مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الحكايه. اتحاد الكره من ربع ساعه طلع بيان انه نأسف لهذا المشهد وستطبق اللائحه علما بانه تم التنسيق مع الامن، وقد تبين لنا انه لا توجد اي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين الى ملعب المباراه. اتحاد الكره بيقول انه هنطبق اللائحه، واحنا امبارح كان معانا رئيس اتحاد الكره او رئيس اللجنه الخماسيه التي تدير الكره. طيب انت انسحبت خلاص، ما تجيش عادي، مش جاي. انتهينا، انا منسحب مش جاي، مش لاعب. عندك مبررات، عندك بطوله افريقيا، عندك فرق قويه، مش عايز تروح، معترض، منسحب. انما ايه لازمه المسرحيه اللي اتعملت دي كلها؟ خليني اقول لحضراتكم جمله، وانا قليل لما استخدم يعني كلمه عامله كده، جمله فاصله. اتوبيس بتاع نادي الزمالك واتوبيس النادي الاهلي ايضا تقليديا، مش بس النهارده، عندما يخرجان من المكان اللي بيبقى فيه اللعيبه، سواء كان معسكر في نادي او في فندق، بيطلع معاه الامن. دي حقيقه عارفينها بقالنا 50 سنه، وعارفين النهارده بالتحديد علشان المطر والى اخره انه الاتوبيسات طلعوا معاها امن. نوصل لهذا المستوى خلاص، مش جاي، انتهينا. الناس كلها تبقى عارفه ان الزمالك لن ياتي اليوم. طب وعايز اسال سؤال، لعيبه الشباب الصغيرين دول اللي قاعدين جوه الاتوبيس ده، انت بتعلمهم ايه؟ الشباب ده بتعلمه ايه؟ بتقول له احنا بنعمل ايه؟ ايه الغرض؟ ايه الهدف؟ عايز تنسحب انسحب، عايز ما تروحش الماتش ما تروحش الماتش. حاسس انه الماتش مش مهم، حاسس ان انت مرهق، مش عايز انتصاراتك اللي عملتها الاسبوع اللي فات تبوظ النهارده. مليون سبب افهمهم واتفهمهم. شوف قد ايه بقى. انما المسرحيه دي والشكل ده لازم حد بقى يتحاسب عليه يا جماعه. انا ما بتكلمش لا على بلاغ للسيد النائب العام ولا على مش عارف ايه ولا كلام من ده. الحساب الجماهيري، الحساب بتاع الحقيقه تبان ويتعرف ايه اللي بيتعمل، وكل واحد يبان على حقيقته. ساعات الصراحه والحقيقه تبقى اقوى من اي قانون، تبقى اقوى من اي سجن، تبقى اقوى من اي حاجه. فانا بس بسال، وانا متاكد زي ما انا يعني حتى بيان الاتحاد، انا مش جايب كلام من عندي، ان هذا الاتوبيس كان مرافق له الامن المصري. والامن المصري مش مرافق يعني كان مثلا راكب موتوسيكل، لا، بيبقى فيه قوه وتامين وكل شيء. قرار من الخطيب بانسحاب النادي الأهلي من السوبر. كلام كتير جدا جدا سمعناه منذ قليل بانسحاب النادي الأهلي. حاجة يعني تحزن، حاجة بكل أمانة تحزن، يعني بكل أمانة يعني وبكل وضوح. واحد مش عارف يقول ايه بكل أمانة، مش فاهم ايه الموضوع، ايه القصة. الواحد ليه دايما بيبص لورا؟ يا كابتن محمود خلاص الموضوع خلص وكانت حكاية فيها يعني ما انت تقول كده. بشكر طبعا كل الناس على الدعم الاشتراك في القناة. آه، آه، الدعم أهم حاجة. بشكركم جدا جدا جدا.